تبنت الإمارات هذه القاعدة الربانية والنبوية في خدمة شعب الإمارات والمقيمين في دولة الإمارات. ولهذا السبب اليوم دولة الإمارات تميزت في عطائها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي. لكن يا إخواني، النجاح مربوط بهمم وجهود ومتابعة، ولهذا السبب تحقق هذا النجاح لسببين لا ثالث لهما. السبب الأول الزرع والنبتة الصالحة اللي زرعها الوالد المؤسس عليه رحمة الله، سأل الله أن يترحمه في هالليالي المباركة، واللي تبنوه عياله ابتداء من الشيخ خليفة وامتدادا بكم أنتم. لكن كلمة حق تقال في سيدي اسمه الشيخ حمدان بن زايد الله يحفظه. الشيخ حمدان الله يحفظه نحن هو قدوتنا في العطاء وفي الإنسانية في الداخل والخارج. والله العظيم يا جماعة ما أكذب عليكم، وين ما كنا في الداخل والخارج الشيخ حمدان يتابع الحالات والمسائل الإنسانية أكثر عن أي موظف في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. أعطيكم مثال واحد، حد فيكم سمع عن وادي صفني؟ حد يعرفه؟ وادي صفني يقع في دولة الإمارات. وادي صفني أنا ما عرفت إلا من شهر ونص. اتصل بي الشيخ حمدان وكان في زيارة للخارج، مع هذا ترك كل انشغالاته وقال لي محمد في وادي صفني في رأس الخيمة نباكم تهتمون فيهم المواطنين اللي هناك لأن وضعهم الإنساني صعب. وبالفعل أرسلنا فريق كامل كان وضعهم يعني يحتاج إلى متابعة. فأنا أبى أعطيكم مثال كيف اهتمام القيادة اليوم، قيادة دولة الإمارات، في العمل الإنساني. هذا يا جماعة ترى ينزل على باقي الأشخاص والمواطنين وغير المواطنين. الإمارات اليوم أصبحت ترسل رسائل سلام ومحبة وإنسانية، وأصبحت مثال ومضرب للأمثلة على مستوى العالم. ولهذا السبب حازت دولة الإمارات على المركز الأول في من ضمن الدول المانحة، مع أن الإمارات اليوم حجمها الجغرافي على مقارنة مع باقي الدول العظمى أصغر، عدد سكانها أقل. لكم أن تتخيلون هيئة الهلال الأحمر بدأت ب1.5 مليون درهم، وانتهت اليوم رأس مال هيئة الهلال الأحمر السنوي التشغيلي 1.4 مليار. الجميل في الموضوع يا أخواني 1.4 مليار السنوية هاي هي في ازدياد طبعا، كل سنة 100 مليون تقريبا. الجميل في الموضوع أن 1.4 مليار ما تينا من حكومة، من الحكومة، ولا تينا من مؤسسات، ولا هي مخصصة من يعني بجت حكومي، هي تينا منكم أنتم كمحسنين. هيئة الهلال الأحمر اليوم تمتلك 10 مكاتب رئيسية في الدولة في كل إمارة، وكل مكتب ينبثق منه مكتبين ثلاثة إلى أن قلت لكم وصلنا 40 مكتب في على مستوى جميع مستوى الدولة. تقريبا هيئة الهلال الأحمر تغطي معظم الاحتياجات الإنسانية والخيرية في الدولة. ولهذا السبب الحمد لله قدرت أن هيئة الهلال الأحمر توصل لأعلى مراتب العطاء، وأنها توصل لبيوت الناس المحتاجة. من ضمن مشاريع هيئة الهلال الأحمر كذلك، ما بقول لكم مشاريع إنسانية، حتى المشاريع الاجتماعية. سمو الشيخ حمدان الله يحفظه تبنى مشروع حفظ النعمة، لكن حتى إذا فاضت عندكم النعم، ترى حتى هيئة الهلال الأحمر تأخذ النعم، سواء الملابس، سواء الأطعمة، سواء المياه، تأخذ هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة،
على اساس ان مراعاه صحه الاكل وغيرها، الملابس اعاده تدويرها وارسالها للمحتاجين من العماله المتواجدين في الدوله او خارج الدوله كذلك. فيا جماعه اليوم الهيئه مغطيه دور كبير في الشأن المحلي، واقدر اقول لكم ان هذا التميز والعطاء اللي وصلته اليوم هيئه الهلال الاحمر برئاسه سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد، قدرنا نحن اليوم نتميز عن باقي الدول كلها في العالم في عطائنا وفي انسانيتنا. يا جماعه اليوم كل حد، كل دولة، أي دولة أنت بتروحها تراك بتمثلها. في من ناس يشوفونك أنت جاي من دولة ونعم، يقولون عنك ونعم، جاي من دار زايد، جاي من دار خليفة. وفي بعض الدول بدون ذكر يجون من دول ما يقولون عنهم هالكلمة، ونحن كنا شاهدين على هالمواقف في الخارج. أنا واحد كنت شاهد يوم كنا نسير أربيل العراق ولا نسير اليمن ولا نسير كذا، ما عندنا أجندة في شغلنا ولا عملنا. أموالكم اللي تعطونا إياها نحن نوجهها للخارج للمساعدات، يقولون بيض الله وجوهكم، نحن الدولة الوحيدة اللي نقف على مساعداتنا ونشرف عليها ونتأكد من وصولها للمستفيدين الحقيقيين. وهذا أهم شيء يا جماعة. ولهذا السبب نحن ندعوكم يا أخواني في حضور مقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد، انكم جزاكم الله خير، يعني تقدمون لنا كل ما تقدرون من دعاء، من وقفه، حتى من تبرعات، لان تاكدوا ان هذه المساعدات بتسخر للداخل، وهو من اهم المشاريع اللي عندنا وللخارج كذلك. فاذكر قصه جميله ولطيفه. كنا في توجيهات من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد الله يحفظه، وجهنا ان نحن اثناء الحرب الاسرائيليه الفلسطينيه نروح لتقديم مساعدات في غزه. وكان السايق اللي يسوق بالسياره مصري، كنا في مصر منتقلين من القاهره الى غزه. فقال لي احنا المصريين نترحم على الشيخ زايد اكثر عنكم انتم يا الاماراتيين. قلت له زايد يستاهل، لكن اقنعني. قال لي انت عارف المدن اللي باننها الشيخ زايد في مصر؟ قلت له نعم سمعت فيها. قال لي تعرف كم مليون ساكن فيها؟ قلت له اتوقع ملايين المملينه. قال لي عارف كم واحد يطلع من القاهره او يطلع من المدن يبي يروح القاهره، ولا يطلع من القاهره يبي يروح المدن، يركب المواصلات المتنوعه سواء سيارات الاجره او الباصات، يقول وديني لمدينه الشيخ زايد ربنا يرحمه، انا راجع من مدينه الشيخ زايد ربنا يرحمه. تترحم على زايد يوميا يا اخواني. وهذا الشيء ما هي من عبث. الامارات قامت ترى محاور القوى الإماراتية قائمة على قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة عسكرية، وقوة إنسانية. اليوم الإمارات تعتبر قوة إنسانية ضاربة في المنطقة وفي وطن العالم. وهذا ترى ما يب من فراغ، هذا يب جهد سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد، وأتى بجهد من قيادتنا الرشيدة. ولهذا السبب اليوم تميزنا في عطائنا، تميزنا في إنسانيتنا. جزاه الله خير شيخ حمدان يهتم في الجانب نسبة التوطين في هيئة الهلال الأحمر على جميع المؤسسات اللي ترأسها سموه الله يحفظه، وبالأخص هيئة الهلال الأحمر. لهذا السبب كانت هيئة الهلال الأحمر نسبة التوطين فيها 39% على جميع الدولة. اليوم نسبة التوطين في هيئة الهلال الأحمر وصل قرابة 86%. لكم أن تتخيلون كم عائلة بيستفيدون من هذه الوظائف، وبيستفيدون من هذا الدخل، وبيستفيدون الأجر بعد كذلك. لكم أن تتخيلون موضوع ثاني ومهم ما يقل أهمية عن موضوع التوطين، موضوع المتطوعين. اليوم بلغ عدد المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر 6500 متطوع ومتطوعة. لكم أن تتخيلون أن عدد المتطوعات 4500 متطوعة في هيئة الهلال الأحمر فقط. يا جماعة هالمتطوعين والمتطوعات ترى ما يخدمون فقط
جانبهم، هاي حتى بعد يرسلون للخارج لتقديم مساعدات. والموضوع المهم جانب التطعيم، هاي دولة الإمارات تتبنى موضوع التطعيم بشكل كبير. اليوم تطعيم واحد، إبرة واحدة تكلفنا 2 درهم ونص، نطعم به ملايين المملينة في حول العالم، ننقذ فيه أرواح مئات الألوف. 100 درهمين ونص إبرة واحدة. الشيخ حمدان الله يحفظه قبل 3 سنين وشوي قالنا محمد نحن اليوم سمعنا أن في أوبئة في سوريا، داخل سوريا، ونحن ودنا أن نطعم الجماعة. وبالفعل جزاه الله خير الشيخ تكفل بتطعيم الجماعة اللي هناك بمبلغ 1,800,000. قدرنا نطعم 500,000 سوري، نازح سوري داخل سوريا، نازحين على الحدود. 500,000 سوري، 1,800,000. في حال أن هذا المبلغ يمكن يجينا اليوم شخص يقول أنا أحب أني أبني فيه مسجد ولا أبني فيه كذا، لكن لو هو تمعن في الموضوع ونظر نظرة قيادة دولة الإمارات في جانب التطعيم، بيكتشف أن التطعيم اليوم يمكن يكون أهم من باقي الجوانب. اليوم يا جماعة نحن في فرق كبير بين العمل الإنساني والخيري. وبختم كلامي، العمل الإنساني يا جماعة واللي تبنته دولة الإمارات منطلقة من مبادئ دينية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآية المتأمل فيها يجد أن الأسير أسير غير مسلم، ويجد أن المسكين لم يحددها الله سبحانه وتعالى، مسكين شو نوعه، جنسه، عرقه، ما أحد ذكره. واليتيم كذلك إطلاق. والأصل في الأطلاق كما تعرفون، ما يخفى عليكم في الدين، الأصل في الأطلاق العموم إلى أن يأتي دليل يقيدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم في كل كبد رطبة أجر. الإمارات تبنت هذا التوجه. لهذا السبب اليوم فرقنا بين العمل الإنساني والخيري. العمل الإنساني عام يشمل الكل، كل البشرية، حتى عزكم الله الدواب. والعمل الخيري حصري على جانب معين، على فئة معينة، على جنس معين، على دين معين. مثلا اللي يحب يبني مستشفى أو بير بيستفيد منها البير اليوم المسلم وغير المسلم حتى الدواب، لكن اللي بيبني مسجد بيستفيدون منه بس فقط المسلمين. ونحن اليوم ديننا وتراثنا واللي تعلمناه من أبونا زايد، ترى توجهنا إنساني. المسجد اليوم، خلونا نكون واقعيين في كلامنا، المسجد اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لكم الأرض طهورا، يعني يقدر يصلي في أي مكان. لكن اليوم نحن نشوف شو أحوج الشيء للبشرية على أساس نحن ننفذه ونسويه. ولهذا السبب اليوم الفكرة ليست في الكثرة، الفكرة في النوعية. هذا السبب اختارت دولة الإمارات بعض المشاريع تنفذها في الخارج، مثل منها التطعيم، منها الآبار، منها كذا، على أساس أن تكون الفائدة أعم. وهذا اللي يميز اليوم الإمارات في عطائها وفي إنسانيتها. فأسأل الله أن يبارك لنا في قيادتنا الرشيدة ويحفظهم ويبارك فيهم ويبارك فيكم أنتم كمحسنين اليوم اللي تتوجه أموالكم للداخل وللخارج. ويبارك لنا في سمو الشيخ حمدان بن زايد، رجل الإنسانية الأول، بالفعل رجل الإنسانية الأول اللي يتابع كل كبيرة وصغيرة فيما يخص أي نجاح إنساني على الصعيد المحلي والخارجي. مشكورين يا جماعة.